الناس الجميلة اللي كل وظيفتها في الحياة انتقاد، ما بتعملش حاجة غير ان هي بتصحى من النوم كده بتدور على كل العيوب اللي موجودة في غيرها علشان تتكلم عنها. لما بيحصل حاجة كويسة وغيركم دول عملوا حاجة جميلة وحاجة كويسة، ما تكلمتوش عنها ليه؟ ولا انتوا وظيفتكم بس في الحياة ان انتوا تنتقدوا بس؟ في الوقت ده ليه ما بتفتكروش وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. في وقت الغلط بنبقى مستنين وكأننا عندنا موعد ضابطين نفسنا عليه، إنما لما تحصل حاجة كويسة وإيجابية ما بنتكلمش عنها، بنمر مرور الكرام. مش غلط إنك تكون إنسان إيجابي حتى في نقدك، ممكن يكون نقدك بناء، يعني تنقد بصورة أنا بيترتب عليها إن أنا بطور من نفسي وبصحح من نفسي. إنما النقد الهدام ده أو الكلمات السيئة اللي أنت ممكن تكون بتقولها ممكن يكون ليها أثر بيترتب عليها أمراض بتصيب الناس اللي أنت بتقولها لها.